راديو شباب فلسطين 90 اف ام يقدم مسلسل صوما مقبولا. يا ضياع الصوم اللي قضيه رمضانك كله لو عدي، ضليتك جوعان ضليتك عطشان، عينك عالأجر من الرحمن. مسكين اللي رمضانه بغيب صيامه بطير مع الريح، غير عاداتك غير أطباعك بلا بتضيع فرصة رمضان. رمضان 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 يا رمضان، رمضان رمضان. قام بأداء الأدوار حنين، رامي المزيني، محمود مشتهى. سيناريو وحوار إبراهيم حمدان. الهندسة الإذاعية عبد الفتاح أبو سعدة. مسلسل صوما مقبولا من إنتاج راديو شباب فلسطين 90 اف ام. ام حسين، يا ام حسين وينك يا مرة؟ يا ابو حسين، هيني بالمطبخ يا زلمه. طب سيب اللي بايدك وتعالي هالقد ضروري. نعم هيني جيتك، شو بدك يا ابو حسين؟ وين الورقة اللي كتبنا فيها اللي عزمونا على الفطرة برمضان اللي فات؟ هيها في درج الوراق. طيب اخطف رجلك وهاتيها، وبالمرة شوفي لها على ايش عزمونا عشان نعرف على ايش نعزمهم. مين هم واحد ولا اثنين اللي عزمونا كتار؟ يا بنت الحلال اتكترش برب، هات الورقة وتعالي. خد يا ابو حسين هي الورقه. على فكره لازم نعزم دار اخوي محمد لانهم عزمونا رمضان اللي فات، وبصراحه ولا عمرهم قصروا معانا. اسكتي يا مرة، ما اكتر برمك، كل مرة اخوي اخوي، اي هو فيش حدا إله اخوة الا انتي. هلا بطلوا اهلي يعجبوك ولا نسيت اخوي محمد شو عمل لما ساعدنا بمنحة ابنك للجامعه، ونسيت شو عمل ووقف معك؟ يا بنت الحلال أنا ما نسيتش، هو كل ما داق الكوس بالجرة بتذكرينا، تخليش عقلات يطلعوا وخليك تكملي رمضان وباقي عمرك عنده. احنا ايش حكينا؟ ايش حكينا يا ابو حسين؟ وبعدين على فكرة انا ما كنت بدي اذكرك، لكن انت يا شيخ بدي اروح اكمل طبيخ احسن. طيب دار ابو قاسم عزمونا على ايش على مفتول ب10 رمضان، ودار ابو تيسير الورقة هي دار ابو تيسير عزمونا ب12 رمضان على كباب. والله كان غير شكل. حط ببالك نعزم دار ابو حاتم. لا بدناش الاستفقادة. رمضان اللي فات عزمونا عم جدرة وبيتزا، وقال ايش بده يطعمين الاكل الشعبي والعالمي، قد ما بيحب يفلسف هالامور ابو حاتم. يخلف علي يا ابن الحلال، هي ما قدرته طاقته. بس برضو يا ام حسين العطا قيمة. مش قيمة إله عقد ما هي قيمة وتقدير ومحبة إلك يا ابو حسين. هو تذكرك وعزمك، غيره لا تذكرك ولا عزمك. يوه المهم خلينا نرتب جدول العزايم، خلينا نظبط وقتنا عشان ما بدنا نعتذر لحدا. يا ابو حسين الدنيا سلف ودين، وعقد ما بتنعزم لازم تعزم، ولازم نبلش بالناس اللي ما لحقنا نعزمهم برمضان الماضي. طيب خلينا نعزم الناس من بدري عشان نلحق نروح عليهم كلهم، ما بدنا نسيب اي حدا. وهي طبخت وخلصت، اللي ضايل بس أذان المغرب. ايش يا ابو حسين؟ بشوفك لسه غاطس بالورق والجداول. اي والله لو انها رسالة ماجستير لخلصت. والله واهم هاي علاقات اجتماعية، مش حبر ورق بتعلق على الحيط وما حدا مستفيد منه. على الأقل جداولة بتجيب أكل وبنشبع من وراها يا ام حسين. والله كويس انه ما في منك اثنين بالبلد. هات جدولك اشوف. وهاي الجدول يا ام حسين، هو صح لسه ما خلصش، بس خدي وشوفيه. حلو يعني أول عزومة حتكون بعد بكرة،
بس تنساش تأكد على الناس من بدري يا أبو حسين. لا ما تخافي، كله تحت السيطرة. بس بيني وبينك والله أنا بحب أعزم أكتر ما أنعزم. وليش عاد؟ غاوية تعب وترتيب بعد العزايم؟ بالعكس، ما في أحلى من إنه تنعزمي بتروحي تاكلي على الجاهز وتتحلي، وبترجع على البيت مأنتكة وشبعانة يا أم حسين. هو صحيح البيت بيكون قايم قاعد بعد ما تعزم الناس، والشغل بيكون مكوم غير الأكل اللي بيزيد، لكن إحساسك إنك حصلت على أجر فطار الصايم عن جد والله بكل التعب. يا زلمة الواحد بحس بقيمته لما يعطي الناس ويكرم عليهم ويشوف فرح الصايم بأذان المغرب. أوبا، شو هالكلام الكبير هذا؟ والله وصايرة تحكي حكم وكلام كبير يا أم حسين. يا سلام، أنا من يومي أصلا حكيمة، بس مين يسمع؟